حاليا في ألمانيا عندنا مهرجان الإنفلونزا للجميع. في دور ماشي، دور برد إنفلونزا، بيتقال عليه بالألماني جريبا. دور تقيل جدا، هو قريب من الكورونا، أعراضه رزلة بجد. بقالنا أسبوع هنا في البيت بنعيا بالتسلسل يعني مش بنعيا كلنا مع بعض فنخف كلنا لا، بالتسلسل يعني. أول حد وبعد كده تاني حد وبعد تالت وهكذا، فماشيين بالمنظر ده بقالنا أسبوع كلنا عيانين. والدور تقيل تقيل بجد، سخونية كتير ممكن توصل ل40، صداع جامد، تكسير في الجسم، كحة، مناخير، راني نوز، مناخيرك بتبقى سايبة. أعراض رزلة وبتخليك مش قادر تروح في أي حتة ولا حتى بتعرف تنام من شدة الألم ومن شدة ال disturbance إن هي بتضايقك. ف يعني ناس كتير جدا أعرفهم infected بالموضوع بالإنفلونزا، عندهم جريب حاليا. علاجها ان انت تاخد فاكسين يعني. انا السنه اللي فاتت اخدت الفاكسين الحمد لله ما جاليش الدور ده. فالسنه دي انا ما خدتوش، فقلت يعني عادي مش هيحصل حاجه، ومحدش فينا اخده هنا في البيت. فواضح ان السنه الجايه هنفكر في موضوع الفاكسين ده بشكل جد، يعني ان احنا ما نفوتهوش، لان بجد تعبنا جامد في الاسبوع ده. أم، علاجه ايه؟ علاجه زي ما قلت، يا اما تاخد فاكسين. الفاكسين بتاعه بيبقى في شهر 10، يعني قبل ما موسم الشتاء يبتدي عشان يعني يبقى effective. امم وال والحاجة التانية ان في ادوية برد في الصيدلية بتجيبها عادي من غير روشتة، من غير ما تروح للدكتور، بتروح للراجل الصيدلي تقول له انا عندي كذا كذا والاعراض دي هي الموجودة عندي ومحتاج حاجة. بيسألك طبعا على حسب يعني حالتك الصحية، لو عندك ضيق تنفس، عندك حساسية من ادوية معينة، معرفش ايه، وبيديلك حاجة للعلاج، حاجة للبرد. مش حاجات يعني هتخففك، على مش يعني مش هتنط من السرير بعد ما تاخد العلاج، لان العلاج بياخد وقت. عامه الدور اصلا نفسه بياخد وقت على ما جسمك بيتعافى والفيروس ده بيطلع منه. فادويه البرد اللي انت هتجيبها من الصيدليه غالبا هي هتكون على حسابك، التامين مش بيدفعها، لانها بيتقال عليها نشت verschreibungspflichtige Medikamente، اللي هي مش محتاجه روشته عشان تصرفها. فدي انت بتجيبها على مسؤوليتك الشخصيه وتاخدها، تدفع ثمنها بالكامل. الادويه دي غالبا بتكون باراسيتامول، ايبوبروفين، حاجات خافض للحراره. زي ما قلت ان الدور الانفلونزا ده بيعلي درجه الحراره، بيعمل حمى ممكن توصل ل40. اوحش حاجه فيها للاطفال، لو حد عنده اطفال ولا قدر الله حصل انفلونزا، فمن الافضل ان انت يبقى عندك باراسيتامول في البيت. باراسيتامول عامه بيتاخد للاطفال، ليه جرعات مختلفة. لو حد عنده أطفال يا ريت يجيبه ويخليه في البيت عنده، يسأل الصيدلي على باراسيتامول مناسب لسن الطفل وعمر الطفل اللي عندك، وخليه في البيت. لأن حاجة زي كده لما بتحصل في نص الليل، انت يعني بتبقى رايح تنام وبتكتشف ان ابنك أو بنتك سخن، فهتروح بيه فين؟ وعلى ما تروح بقى، لو فكرت تروح نوت فال ولا تروح مثلا طوارئ او حاجه زي كده، الموضوع بيبقى طويل وبيبقى مرهق على الطفل ان هو يقعد فتره طويله عنده سخونيه زي كده. ف روح الصيدلية واشتري حاجة زي كده وخليها في البيت للضرورة. فدي نصيحة يعني مني لأي أم أو أي أب يعني. الموضوع فعلا رزل، وإن الواحد يعيا ويبقى متدمر بالشكل ده مش حاجة لطيفة يعني، وخصوصا لو حد قاعد لوحده هيتبهدل بجد. ف يعني ربنا يعفي الكل وبس كده. تشاو.